فيلمنا النهارده بيبدأ في جزيرة مهجورة مع شخص اسمه زيلين، وهو ماشي على قمة جبل جليدي بيحاول يلاقي مكان آمن يخيم فيه. وأثناء وهو ماشي بيتزحلق وبيقع في نهر متجمد، لكن بعد محاولات كتير بينجح إنه يخرج ويكمل رحلته. وبعد فترة بيتعب من المشي وبيقعد جنب صخرة يرتاح، ومن شدة جوعه بياكل زهرة موجودة جنب الصخرة، وبيقعد يفتكر كل حاجة حصلت له وإيه اللي وصله للمكان اللي هو موجود فيه دلوقتي. وبنشوف زيلين وهو في السجن بعد ما اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، وده لأنه قتل 6 أفراد. وفي يوم مأمور السجن بيأمر الحراس إنهم يجيبوا له زيلين عشان يقابله، فبيسألوا المأمور إيه الحاجة اللي نفسه يحققها، فبيستغرب زيلين من سؤاله وبيفضل يفكر فيه. وما بيكونش هو السجين الوحيد اللي اتسأل السؤال ده، لأن المأمور استدعى بعض المساجين برضه وسألهم نفس السؤال، وكان من ضمنهم واحد اسمه مورياك، واللي قال له انه نفسه يشوف البحر تاني ويقعد على الشط زي زمان. وسجين اسمه جوك قال له انه نفسه يخرج من السجن ويحضر الحرب ضد الصين. وبزيان بيقول له بكل بجاحة ان هو نفسه ياخد مكانه ويبقى هو مأمور السجن. اما السجين بزيان كان فرفض ان هو يتكلم اصلا. انما توليا بقى بيقول له ان هو مهتم بعلم الفضاء ونفسه يخرج علشان يتابع اخبار المحطات الفضائية. انما سيبا بيقول له ان هو نفسه يطلع بره ويروح النايتات علشان بيشوف فيها بنات جميلة. وفي النهاية جه دور زيلين، واللي اجابته ما كانتش مفهومه ولا واضحه، وبيعرفهم المأمور انهم هيتنقلوا لجزيره في وسط البحر، ودي اللي هيكملوا فيها باقي عقوبتهم. ومع الوقت بقى بيتم التجهيز لنقل المساجين على سفينه فيها زنازين شبه السجن بالظبط، وبيتم تقسيم المساجين جوه السفينه لمجموعات، كل مجموعه بيحطوها في زنزانه واحده. وبيتعامل اوبزيان مع باقي المساجين على انه الزعيم بتاعهم، لا ده كمان بيقتل واحد منهم علشان ياخد السرير بتاعه، وكمان عشان يخوف اللي موجودين منه. وبعد شويه بتتحرك السفينه لطريقها للجزيره، وبيبدا المساجين يخافوا ويتفزعوا لانهم ما كانوش مصدقين حوار الجزيره ده، لانهم كانوا فاكرين ان الحكومه بتعمل الحوار ده علشان ترميهم في البحر ويتخلصوا منهم. بيفتكر زيلين محادثه دارت بينه وبين زميله سيبا لما كانوا في الزنزانه مع بعض، وبنعرف ان سيبا عنده مشاكل عقليه واضطرابات نفسيه بتخليه دايما يقول كلام مش مفهوم ولا ليه معنى. وكمان بيرسم على الحيطان رسومات غريبه وما بيقدرش زيلين انه يفسرها ولا حتى يفهم معناها. وفي يوم بيسمعوا زيلين وهو بيقول ان الحكومه هتجهز لهم مكان هيكون اشبه بالجحيم، ووقتها افتكر انه بيقول اي كلام زي العادي يعني وما ركزش معاه. لكن لما بيفكر في كلامه دلوقتي وبيشوف الوضع اللي هم فيه بيحس ان كلام سيبا كان صح، وان ممكن فعلا يكون في حاجه خطيره الحكومه بتحضرها لهم. وبعد شويه بيهدى كل المساجين وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وياكلوا، لكن ما بيعديش وقت كتير وبتقدر عصابه انها تخرج من الزنزانه بتاعتهم، وبيبداوا يدوروا على زميلهم ما بين المساجين، وبيلاقوه محبوس مع مجموعه اوبزيان. وفي الاول اوبزيان بيمثل انه بيتفاوض معاهم، لكن فجاه بيقتله قدام زمايله وبيخلص عليه. وساعتها بتقوم معركه ما بين المساجين وبيفضلوا يضربوا بعض من ورا القضبان. وبنشوف شخص عجوز اسمه ستانلي بيبقى قاعد هادي وما بيعملش حاجه غير انه بيصلي. وبعد شويه بيجي الحراس وبيهددوهم بالاسلحه علشان يسيطروا على الوضع، وبيرموا عليهم قنابل دخانيه علشان يناموا ويرجعوا زنازينهم. وفي النهايه بيوصلوا لجزيره معزوله في وسط البحر، وبيبقوا مربوطين بكلبشات وكل كلبش موجود عليه رقم، وبيبقوا معادينهم على الارض علشان يسمعوا التعليمات من السيد اولاف والسيده مارتا، واللي بيكونوا مسؤولين عن مشروع تيرا نوفا. وبيقولوا لهم ان معظم الدول لغت حكم الاعدام واصبح مكانه السجن مدى الحياه، وده اللي خلى السجون مليانه على الاخر وما بقاش في مكان لسجناء تانيه. وعلشان كده قررت الحكومه الروسيه انها تخصص الجزيره دي لتنفيذ مشروع تيرا نوفا، واللي هيشرف عليه ويدعمه بالكامل مجموعه من الدول المشاركه في المشروع. ومن النهارده بقى هيعيشوا على الجزيره دي تحت حمايتهم، وكمان هيوفروا لهم كل اللي هيحتاجوه علشان يقدروا يعيشوا على الجزيره، زي الاكل واللبس والادوات اللي هيستخدموها في يومهم. وفعلا بيجيبوا لهم صناديق اكل تكفيهم لمده 3 شهور، وبيفهموهم انهم هيتم مراقبتهم ال 24 ساعه عن طريق القمر الصناعي. لكن في وسط الكلام بيعترض اوبزيان لانه ما بيكونش عاجبه فكره انهم هيتراقبوا طول الوقت، وبيتعصب وبيرمي حجر كبير على اولاف. وساعتها بيهددوهم الحراس وبيضربوا نار في الجو علشان يسيطروا على الوضع. فمارسا تتكلم وتقول لهم انهم سايبين لهم عوامات ممكن يستخدموا واحده منهم علشان يوصلوا لزرار احمر موجود قريب من الشاطئ، ويضغطوا عليه ويطلبوا اللي هم عاوزينه. ولو الزرار اتحول لاخضر معناه انهم وافقوا على طلبهم. وكمان لو واحد قرر انه ينسحب من المشروع ممكن يدوس على الزرار الاحمر ويقول لهم سبب انسحابه، وساعتها لو وافقوا هيرجعوه للسجن تاني. وعلشان كده بتحذرهم انهم لازم يفكروا كويس قبل ما يدوسوا
على الزرار، لان بمجرد وصولهم للجزيره مفيش اي مجال للرجوع في اي قرار هياخدوه. وكمان بتعرفهم انهم حطوا الزرار الاحمر بعيد عن الشاطئ علشان يفكروا كويس في قرارهم قبل ما يدوسوا عليه. وقبل ما الحراس يسيبوا الجزيره ويمشوا بيرموا مجموعه من المفاتيح على الارض علشان المساجين تفك بيها نفسهم، ووقتها بيبدا المساجين يجروا على المفاتيح بهمجيه وبيتزاحموا عليها وبيضربوا بعض علشان يلحقوا يفكوا الكلبشات. بس زيلين وسيبا بيفضلوا بعيد عنهم وبيفضلوا يجربوا المفاتيح اللي المساجين بيرموها وراهم، والعجوز ستانلي بيفضل يتفرج عليهم هو كمان. وبيوصل الموضوع انهم بقوا بيقتلوا بعض علشان يلحق كل واحد فيهم انه يفك نفسه قبل التاني. واثناء الخناقه بيروح شويه من المساجين على الصناديق اللي سابها الحراس وبياخدوا منها اسلحه علشان يقتلوا بعض بيها. وفي الاخر خالص بتقدر عصابه انها تسيطر على باقي المساجين بقياده شخص اسمه مودري، وبياخد مودري جاكيت وجزمه لنفسه هو وصديقه ستيد. وبعد كده بيختار واحد علشان يركب العوامه ويروح يدوس على الزرار الاحمر، وساعتها باقي المساجين بتستغل انشغاله وبيهجموا عليه وبتدور معركه من تاني. بس المره دي بيموت عدد كبير من المساجين وبيكون من ضمنهم مودري وستانلي. اما الثلاثه اللي ركبوا العوامه وراحوا عشان يدوسوا على الزرار الاحمر غرقوا في الميه وماتوا. وبعد كده بيروح باقي المساجين وبيتجمعوا عند المخزن وبيبداوا يوزعوا الحاجات اللي فيه على بعض، وبياخد زيلين نصيبه هو كمان من الحاجات الموجوده. وسيبا بيعرفوا ان الاكل ده مستحيل انه يكفيهم 3 شهور. ووقتها بيقرر زيلين انه يتحرك لوحده بعيد عن باقي المساجين وبيدور على مكان يستخبى فيه لحد ما يلاقي طريقه انه يخرج بيها من الجزيره بامان. وبعد كده بيبدا يستكشف الجزيره على امل انه يلاقي اي حاجه ممكن تساعده للهروب منها، لحد ما بيلاقي مكان فيه صخور ممكن يقعد عندها بعيد عن التلج. وفعلا بيقعد وبيطلع صوره لعيلته كان مخبيها في لبس السجن، وبيفضل يبص لمراته وعياله وهو بيعيط. وبعدها بينام. بعد شويه بيصحى على صوت جنبه وبيكتشف ان الفيران قطعت الشنطه واكلت معظم الاكل اللي جواها. وبيبدا الجو يمطر وبيكون الجو تلج، فبيستخبى زيلين تحت الصخور وبيولع نار وبيسخن ميه علشان يتدفى. بعد شويه الامطار بتقف فبيطلع من تحت الصخور وبيصطاد طائر وبيشويه. واثناء ما هو بياكل بيلاقي زميله سيبا واقف قدامه، بيكتشف انه كان ماشي وراه وبيراقبه من اول ما اتحرك، فبيقعد معاه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. ووقتها بيحاول سيبا انه يسرق السكينه بتاعت زيلين، لكن زيلين بيشوفه وبياخدها منه وبيحذره انه ما يسرقش منه اي حاجه تاني. فبيعتذر له سيبا وبيفهمه انه جعان جدا، وبيعرض على زيلين كيس ملح مقابل قطعه من لحم الطائر. فبيوافق زيلين وبيسامح انه ياكل معاه. وبيروح سيبا علشان يجيب خشب علشان يولعوه وبيشوف صوره عيله زيلين. وبعد ما بيخلصوا اكل بيروح سيبا يقف على حافه الجبل، بيقول لزيلين انه نفسه ينط وينهي حياته لكن خايف يعمل كده. وبيسال زيلين هو ليه عايش لحد دلوقتي وليه ما فكرش انه ينهي حياته على الرغم ان مفيش اي فرصه للحياه. فبيرد عليه زيلين ويقول له ان نفسه يرجع لمدينته ويدفن جنب عيلته، وده عمره ما هيحصل طول ما هو موجود على الجزيره دي. وبعد كده بيروحوا الاتنين يستكشفوا الجزيره على امل انهم يلاقوا اي حاجه تساعدهم. وبيوصلوا لبحيره وبيحاول زيلين انه يلاقي فيها اي سمك لكن بتبقى فاضيه وما فيهاش غير اناديل. فبيحاول سيبا انه يمسك واحده منهم لكن بيخاف وبيرميها بعيد. وساعتها بيلاحظ زيلين جزء من طياره مائيه واقعه ما بين الصخور، وعلى مسافه قريبه بيلاقي باقي اجزاء الطياره، وده بيخليه يحس بالامل انه ممكن يخرج من الجزيره لان زيلين كان طيار واكيد قادر انه يسوقها. لكن بيكون في مشكله انه مش هيقدر يحركها هو وسيبا لوحدهم، فبيقرروا انهم يسيبوها مؤقتا ويرجعوا مكانهم عند الصخور لحد ما يضموا مجموعه من المساجين عشان يجوا يساعدوهم. ولما بيرجعوا بيستخدم زيلين اعواد الكبريت اللي خدها من المخزن عشان يولعوا نار، لكن اول ما بيولع عود منهم بيطلع منه دخان مسموم بيخليه يفضل يكح، فبيبعد عن الدخان بسرعه وبيسحب سيبا اللي فقد الوعي. وبعد لحظات بيقدر يفوقه وبيستعيد الوعي من تاني، وبيفضل يقول كلام مش مفهوم كعادته، وزيلين ما بيركزش مع اللي بيقوله. وساعتها الجو بيزيد بروده والتلج بيملى المكان بالكامل وما بيكونوش قادرين يتحملوا البرد. فبيقرروا انهم يرجعوا تاني المكان اللي فيه المساجين على امل انهم يلاقوا شويه فحم يتدفوا بيه، لكن لما بيرجعوا بيلاقوا ان الوضع هناك بقى سيء جدا. وده بعد ما عصابه اوبزيان سيطرت على الوضع وعملت مستعمره، وبقى اوبزيان شبه مأمور السجن زي ما كان بيتمنى، وبقى بيتحكم في كل المساجين وسيطر على الاكل وكل حاجه في المخزن.
وعمل لهم جدول توزيع الاعمال وحصصهم في الاكل، وحط المساجين في مخزن مقفول زي السجن ومسموح لهم انهم يخرجوا منه علشان يشموا هوا ويرجعوا تاني للسجن. وبيتابعهم اوبزيان من على برج مراقبة عالي هو وواحد من اتباعه اسمه كون، واول ما بيأمرهم كون انهم يرجعوا للسجن بيجري كل المساجين على المخزن باقصى سرعة، وده لان اخر واحد هيفضل بره هيتقتل ويتاكل. في نفس الوقت بيوصل زيلين وسيبا للمكان اللي فيه الفحم، وبيلاقوا جنبه بواقي النار اللي كانت مولعة، فبيقعدوا جنبها علشان يتدفوا وبيروحوا في النوم من شدة التعب. لكن سيبا بيصحى على صوت العصابة وهم شايلين مسجون علشان يشووه وياكلوه، وبيفهم ان الجوع قدر يحولهم لمجموعة من اكل لحوم البشر، وده طبعا علشان يقدروا يعيشوا. فبيهرب سيبا ويستخبى ورا الصخرة، وبعدها بيرجع لزيلين تاني وبيحاول يصحيه عشان ياخده ويستخبى معاه، وساعتها بتكشفهم العصابة وبيقبضوا عليهم وبيرجعوهم لأوبزيان تاني علشان يحددوا عقوبتهم، واتهموهم انهم سرقوا الاكل وهربوا اول ما وصلوا للجزيرة. وساعتها حاول جوج يساعدهم ويتكلم مع اوبزيان ويقول له انهم كانوا من مجموعتهم لما حصلت الخناقة على السفينة، لكن كون بيتعصب على جوج لانه فاهم انه عايز يساعدهم وبيروح ضربه، وبتيجي بقى العصابة بتكمل عليه وبياخدوهم هما التلاتة وبيحبسوهم مع باقي المساجين. وجه الوقت اللي بيتمشى فيه المساجين بره المخزن اللي بقى بالنسبة لهم شبه السجن، فبينادي عليهم كون عشان يرجعوا للمخزن تاني، لكن زيلين بيفضل واقف مكانه بره، فبيجري عليه سيبا وبيشده علشان يدخله المخزن بسرعة، وبيبقى في واحد بس لسه ما دخلش المخزن، فبيمسكوه وبيربطوه عشان يخلصوا عليه ويشووه وياكلوه هو كمان. فبيفضل يترجاهم علشان يشرب لحد ما بيجيب له سيبا كوباية مية وهو زعلان على اللي هيحصل له. وفي نفس اليوم بالليل بيتجمع المساجين اللي موجودين في المخزن عشان يشوفوا طريقة يعملوا بيها انقلاب على اوبزيان، لكن بيكونوا مترددين لانهم هيعرضوا حياتهم للخطر. فبيقول لهم واحد اسمه شيفاز انهم لازم يلاقوا حل عشان يتخلصوا بيه على اوبزيان. وفي تاني يوم توليا بيوري صاحبه فرخ هو عامله عشان لو حد فكر يسرق اكل من المخزن، وبعدها بيروح زيلين يتكلم مع اوبزيان وبيطلب عليه انه يوافق انهم ياخدوا العوامة ويطلبوا اكل في مقابل انه يقول له على مكان الطيارة اللي لاقاها على الجزيرة. فبيوافق اوبزيان وبيفتح لهم بوابة المخزن، وفعلا بيتحرك زيلين وتوليا واتنين تانيين معاهم عشان يضغطوا على زر الاستغاثة ويطلبوا الاكل. وبعد شوية بيسأل اوبزيان رجالته اذا كانوا يعرفوا اي معلومات عن زيلين، فبيقول له واحد منهم انه كان شغال طيار وعيلته ماتت في حادثة اصطدام طيارة وقتل 6 اشخاص، ودول اللي كانوا مسؤولين عن الطيارة اللي ماتت فيها عيلته. وبعد كده بينادي اوبزيان على المساجين اللي كان حابسهم وبيأمرهم انهم يرجعوا المخزن تاني، وبيعرفهم ان الاتفاق اللي كان بينه وبين زيلين اتلغى. ولما بيعترض جوج على كلامه بيقتله فورا، وبيقول للباقي المساجين انهم لو ما رجعوش المخزن هيقتلهم هم كمان. في الوقت ده بيوصل زيلين واللي معاه لزرار الاستغاثة، لكن بيكتشفوا انه مكسور ومش بيشتغل، فبيحاولوا يصلحوه ويضغطوا عليه. وبعد شوية بيرجعوا للجزيرة من تاني، ولما بيوصلوا بيعرف زيلين باللي حصل وان اوبزيان خالف اتفاقهم، فبيقولوا له انهم ضغطوا على الزرار وطلبوا الاكل وانه المفروض انه في طريقهم دلوقتي. بس اوبزيان ما بيصدقوش لانه ما شافش الضوء الاخضر، وبيعرفوا زيلين انه بايظ وما بينورش لكنه ضغط عليه. فبيفكروا توليا بالطياره بس برضه ما بيصدقش، وبيقول لهم ان دي اكيد قصه اخترعوها وان الطياره ملهاش وجود. في الوقت ده بيعمل بيزيانكا تصرفات غريبه بتشتت انتباه اوبزيان، وبيستغل توليا الفرصه وبيطعنه في رقبته وبيخلص عليه، وبيخلصوا على اخر 2 من عصابه اوبزيان. وفي الوقت ده بيشوفهم كون فبيهرب منهم بسرعه قبل ما يمسكوه، وساعتها بيطلب منهم زيلين انهم يحرروا المساجين، وبيفهمهم انه مش بيكذب وانه فعلا طلب الاكل وجاي في الطريق، وانهم ما شافوش الضوء الاخضر لان فعلا الزرار مكسور. فبيشكوا في كلامه ويقولوا له انهم هيتغذوا على الجثث الميته بتاع زمايلهم، لكن توليا بيعترض وبيعرفهم انهم لازم يدفنوا الجثث دي. وبعد كده بيحرروا المساجين، وزيلين بيقول لهم ان الاكل هيوصل بعد فتره قليله وانهم مش هياكلوا جثث زمايلهم تاني، ودلوقتي لازم يهدوا ويتعاونوا مع بعض عشان يقدروا يخرجوا من الجزيره. وبيقول لهم انه هيختار مجموعه منهم عشان تروح تجيب الطياره ويحافظوا عليها في مكان امن علشان يصلحوها ويهربوا بيها من الجزيره من غير ما اي حد يكتشف.
واثناء كلامهم بيقاطعهم سيبا ويفاجئهم ان مفيش اي اقمار صناعيه بتراقبهم، وده لانه كتب رساله استغاثه على الشاطئ ومحدش خد باله منها ولا جه عشان يساعدهم. وبعد كده بيرجع كون للقاعده تاني لكن محدش بيعمل له حاجه، وده طبعا بسبب تعليمات زيلين انهم يتعاملوا بهدوء ويتعاونوا مع بعض. وبعد كده بيوصل زيلين ومجموعه من المساجين لمكان الطياره وبيفرحوا جدا انه ما كانش بيكذب عليهم. وبعدها بكام يوم بتوصل مارسا والحراس للجزيره، وساعتها الحراس بيبعدوا المساجين عنهم باستخدام قنابل الغاز، وبتسمح مارسا لزيلين انه الوحيد اللي يقعد معاها، وبتتناقش معاه بخصوص الحاجات اللي هم طلبوها، وبتسأله باستغراب عن الغاز اللي موجود من ضمن طلباتهم، فبيحاول يخدعها علشان ما تفهمش انهم هيستخدموه في تشغيل الطيارة، وبيبرر لها طلبه ان هو محتاج الغاز عشان مولدات الكهرباء، وبيسألها هم ليه ما ردوش على الاستغاثة بتاع سيبا، فبتفهمه مارسا ان القمر الصناعي اللي بيراقبهم من النوع اللي بيتبع الحرارة، وده السبب اللي ما خلهمش ياخدوا بالهم من رسالة سيبا، وبتستفسر منه عن السبب اللي خلى مجموعة منهم يبعدوا عن القاعدة، فبيبرر خروجهم على انهم راحوا يصطادوا، لكن هي ما بتصدقوش لان مفيش اي سمك في البحيرات نهائي، فهو بيلحق نفسه ويقول لها انهم راحوا يصطادوا اناديل البحر، وبتسأله مارسا عن عدد المساجين اللي باقيين، فبيستغرب زيلين من السؤال لان المفروض ان القمر الصناعي مبين لهم عدد المساجين، ورغم كده بيقول لها ان الموجودين 80 مسجون ومعظمهم مرضى. وبعد ما مارسا بتمشي بيروح زيلين هو والمساجين اللي معاه مكان الطيارة وبيحطوا البنزين، وبيفرحوا جدا لما بيلاقوها اشتغلت. وفي تاني يوم بيتفاجئوا بالحراس قدامهم على الجزيرة، وبيلاقوهم جايبين مجموعة كبيرة من المساجين الامريكان، وبيكون للمجموعة دي زعيم برضه، فبيروح زيلين يسلم على الزعيم ده كمبادرة للسلام ما بينهم، لكن بيرفض سلامه وبيضربه، وبتدور معركة قوية وعنيفة ما بين الطرفين. وساعتها سيبا بياخد زيلين وبيخبيه في المخزن، وبيحاول واحد من مساجين الامريكان انه يروح وراهم، لكن بيقع في الفخ اللي كان تولي عامله وبيموت فورا. واثناء المعركة بيولعوا في المخزن بكل اللي فيه، وبنشوف مارسا وهي مراقباهم من بعيد وهما بيخلصوا على بعض لحد ما نص المساجين بيكونوا ماتوا، فبتقرر انها تنهي المشروع بعد ما الوضع خرج عن السيطرة، لكن بيجيلها تعليمات بتنفيذ الخطة البديلة، وهي انها تبعت مجموعة من الجنود عشان يخلصوا على المساجين كلهم. وفعلا بتبعت الحراس للجزيرة وبيخلصوا على كل المساجين، وبيفضل كام واحد منهم بس اللي هم موجودين في مكان الطيارة، وبياخدوا الطيارة وبيتحركوا بيها عشان يهربوا من الجزيرة. وبينطلق زيلين واتنين معاه في الطيارة وسط ضرب النار من كل مكان حواليه، وبيقدروا الحراس انهم يسيبوا الاتنين اللي مع زيلين ويموتوهم، لكن زيلين بيقدر انه يهرب منهم بصعوبة، وبيبقى هو الناجي الوحيد اللي قدر يهرب من الجزيرة. المهم ده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واشوفكم فيديوهات جديدة. سلام.